نعم انت بتتكلم يا ولا؟ لا بكاكي بك 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 بك. وجه ميعادنا النهارده مع معلومه جديده والاكيد انها مفيده. الجبنه الرومي مين فينا مش بيحبها؟ بس المشكله بقى في اللي انت هتسمعه دلوقتي، انك تلاقي ناس كتير جدا بيشتروا الجبنه الرومي المبشوره عشان تبقى جاهزه لاكلات كتير وكمان سعرها قليل. اوعى تشتريها، بكل بساطه هي عباره عن بواقي جبنه والحروف بتاعتها. الحروف دي المفروض تترمي لان بيبقى عليها بكتيريا كتير جدا وبتبقى ضاره. هم بقى بيبشروها ويحطوها لك وانت تاكل. وانت بتشتري الجبنه الرومي يفضل جدا انك تشتريها كتله واحده مش متقطعه شرايح، اضمن بكتير وبعيده عن البكتيريا اللي بتبقى موجوده في الجبنه. كمان خلي بالك ان لون الجبنه الرومي الاصلي بيبقى اصفر مش ابيض ولا اي لون تاني، فلو لقيتها لونها ابيض كده شويه اوعى تشتريها. كمان ريحه الجبنه الرومي بتبقى معروفه جدا، احيانا بنشم ريحه عفن مع الجبنه الرومي، وده بيجي نتيجه ان هم بيحفظوا قالب الجبنه بطريقه غلط جدا فبيكون عفن على السطح الخارجي بتاعها. طبعا الشركات والمصانع اللي ما عندهاش ضمير بتغسل العفن ده بالصابون والفرشه، ودي كارثه في حد ذاتها، وبعد كده يرجعوا يستخدموا الجبنه الرومي عادي جدا. ولو انت عندك في الثلاجه شرايح الجبنه الرومي وجيت تاخد واحده ولقيتها لزقت في الثانيه، اعرف ان الجبنه كده فسدت، والافضل انك تتخلص منها فورا. كمان لو لقيت شريحه الجبنه بتتني معاك كده من غير ما تتكسر وتحس انها ماسكه نفسها، اعرف انها مليانه مواد بلاستيكيه ومش رومي اصلا. كذلك لو لقيت الجبنه مليانه شقوق وسطحها مش ناعم كده، واول ما بنسيبها بره الثلاجه بتطلع دهون كتير جدا وزيت، اعرف ان النوع ده من الجبنه وحش جدا ومغشوش. كده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقات اقوى بكتير، وسلام عليكم.